كبير لك يا الحمرا ربي علم به، واللوجو اللي رايد مناجا من سمح به، بماركوري راني فير من دمالي. السلام عليكم ورحمة بكم في عدد جديد من أخبار فريق ولد الرياضي. قبل الفيديو اضغط على زر لايك واشترك في القناة فضلا وليس أمرا. سول هذه المقدم من سامبو الشرق البحري. الولد الرياضي بدأ رحلة بحثه عن مهاجم جديد لتعويضهم. بدأ فريق ولد الرياضي رحلة بحثه عن مهاجم قيمة فريق ولد الرياضي بعد الرحيل المرتقب لكل من سامبو الشرق البحري، وباقتراح من المدرب الجديد فوزي بن زرجي صاحب الخبرة الكبيرة بالدوري التونسي والكرة التونسية بصفة عامة. بدأ فريق الولد الرياضي مفاوضاته مع مهاجم اتحاد المنستيري بوبكر تراوري صاحب 24 سنة، مهاجم بجودة عالية. لعب مع اتحاد المنستيري هذا الموسم 9 مقابلات، سجل 10 أهداف بمعدل تهديفي هدف في كل 78 دقيقة. عدة تجارب إفريقية بكل من استاد مالي، البنزرتي التونسي، ولعب أيضا في الدوري الأمريكي. وأيضا نتمنى أن يكون عند حسن الظن إن تم انتدابه. وفي الخبر الثاني، حتى فريق ولد الرياضي الرحال ديالو بدولة تنزانيا في رحلة عادية. وصل فريق ولد الرياضي بسلام إلى دولة تنزانيا ترقبا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا. تعد مباراة حاسمة بعد ضياع عدة نقاط في المتناول في المباراة الأولى والثانية، والفوز على الأقل أو التعادل سيقنع كامل حظوظ فريق ولد الرياضي في التأهل من دور المجموعات. نذكر أن فريق ولد الرياضي لديه 3 نقاط من 3 مباريات خاضها بعد الفوز الصعب على سيمبا في مدينة مراكش ب1-0. وكان فريق قد سافر فيه التعادي نظرا لقرب المسافة وقيمة الطائرة. كما قال الرئيس، قيمة الطائرة ممكن دير بها انتداب أو 2. الحداد قد يوقع مع فريق ولد الرياضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع نادي الخور القطري. بدأ اسماعيل الحداد تدريبه مركز تدريب بن جلون، وذلك استعدادا للانضمام للفريق في الانتقالات الشتوية، ولكن يبقى القرار بيد المدرب التونسي فوزي بن زرجي ما إذا كان سيوقع له أم لا. لكن سعيد ناصر مقتنع بفكرة عودة اسماعيل الحداد للوداد وخصوصا بخبرته الإفريقية، وأيضا صاحب 33 سنة مرحب بفكرة العودة ويعطي الأولوية للفريق الولد الرياضي. سافر غابونية لقيادة قمة الولد وسيمبا التنزاني. سيقود الحكم الغابوني بيرغيسان أتشو المقابلة القوية التي تجمع بين الوداد الرياضي وسيمبا التنزاني. وفي أخبار متفرقة، قيل أن عطية الله مطلوب بساسولو الإيطالي. بدأ فريق ساسولو الإيطالي مفاوضاته مع فريق الولد الرياضي، وذلك لانتقال الدولي المغربي يحيى عطية الله لفريق ساسولو الإيطالي في الانتقالات القادمة. وبدأ المستوى الذي قدمه بمونديال قطر 2022 والمستوى الذي قدمه في عصبة أبطال 2022. يبدو أن يحيى عطية الله قد يحترف الموسم المقبل بفريق ساسولو الإيطالي. وبالنسبة للولد الرياضي فلديه بديل رائع ليحيى عطية الله، وهو الجزائري إلياس الشتشي الذي قدم مستوى رائع بالمباريات التي خاضها مع فريق الولد الرياضي. وفي خبر آخر، أطلق من شأن فريق الولد الرياضي الذي توجه مع الفريق إلى تنزانيا المدرب فوزي بن زرجي، المساعد محمد مديحي، مدرب الحراس ناصر بوعزة، المعد البدني مجدي السافي. وفيما يلي اللائحة المستدعاة لمواجهة سيمبا التنزاني، في حراسة المرمى يوسف المطيع، مهدي مفتاح، بوبكر باه. خط الوسط أسامة محروس، ومن باعوج، زكريا الدراوي، أنس سرقاش، عبد الله حيمود، سفيان أحناج. خط الهجوم زهير المترجي، منتصر الحتيمي، سيف الدين بوهرة، محمد أوناجم، هشام بوسفيان، إسماعيل مومن، بولي سامبو، الشرق البحري. خط الدفاع جمال حركاس، أمين أبو الفتح، أرسن زولا، حمزة القداقي، يحيى عطية الله، إلياس الشتي، أيوب العملود، وهشام إبراهيم. وتعتبر غيابات فريق الولد الرياضي في الثلاثي يحيى جبران بسبب البطاقة الصفراء، حمد الهوني بسبب الإصابة، أمين فرحان أيضا بسبب الإصابة. وفي خبر آخر، فتح فريق الولد الرياضي باب الانخراط وتسديد الانخراط في فريق الولد الرياضي، وحدد الانخراط في قيمة 20,000 درهم، وذلك بعد أن تم إلغاء الصيغة الأولى 3500 درهم والصيغة الثانية 7000 درهم، أيضا لتسهيل عملية الانخراط الجديد وتسهيل عملية تجديد الانخراط للناس قدامى. لاعبو فريق الولد الرياضي يوجهون رسالة شكر للمدرب عادل رمزي، وجه كل من يحيى عطية الله، أيوب العملود، يحيى جبران، وأيضا يوسف المطيع رسالة شكر لعادل رمزي لكل ما قدمه لفريق الولد الرياضي، ويتمنون له كل التوفيق في مساره التدريبي. تمت برمجة مباراتين المؤجلة للفريق الولد الرياضي، المؤجلتين كالتالي: الولد الرياضي ضد يوسفية برشيد السبت 23 دجنبر على الساعة 6، ولم يحدد الملعب بعد. حسنة أكادير ضد الولد الرياضي السبت 26 دجنبر على الساعة 6 بملعب الكبير لأكادير. نتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، وشكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.